تقلع في هذه الأثناء طائرة الفريق الوطني من مطار سلا الدولي في اتجاه كوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستنطلق يوم 13 يناير وإلى غاية 11 فبراير. وستقل طائرة خاصة المنتخب الوطني نحو كوت ديفوار بعد أن مرحلة التحضير بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف الناخب الوطني وليد الركراكي. وستصل طائرة المنتخب المغربي اليوم الأحد ليلا بسان بيدرو بعد أن يصل إلى إبيجان، على أن تبدأ التحضيرات غدا الاثنين ومواجهو سيراليون ودية يوم الخميس 11 يناير. تواجد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع مع بعثة الفريق الوطني بمطار سلا، وذلك لتوديع اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية والطبية قبل الإقلاع عبر طائرة خاصة أقلت المنتخب الوطني في رحلة مباشرة نحو كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم. وجاء حضور رئيس الجامعة السيد فوزي لقجع لمطار سلا الرباط الدولي لمواصلة تحفيزه للاعبي الفريق الوطني، وأيضا الوقوف شخصيا على ظروف سفر الفريق الوطني، حيث قدمت له كل الخدمات الضرورية بالمطار.